ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل حاجه مختلفه، هنعمل روتين في الميكروويف اللطيف اللي انتوا شايفينه. طبعا شفتوا الاشياء، شايفين طبعا، شايفين دي دهون، النقط دي دهون مطرطشه. بصوا بصوا، كل ده دي دهون على الباب يعني انا بصراحه عايزه اعمله بقالي كتير، ولكن مكسله وقلت اعمله معاكم. هناخد بقى البرطمانات دي اللي كانت بتاعت البهارات اللي كانت فوق الميكروويف، انا بحطها فوق الميكروويف. ليه؟ هنفضيها الاول في اكياس كده عشان نغسلها بقى. اقول لكم القصه بقى. انا بحطها على الميكروويف ليه؟ عشان لما باجي اصور على الرخامه دول بقى هيعملوا لي كده ايه، لخبطيشن، ومش هيخلوني اعرف ايه اصور، وهياخدوا مكانه كده. فانا بحطهم جنبي كده على الميكروويف، لان انا مش حاطه الميكروويف على الرخامه، اني ما عنديش مكان. الرخامه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده مفسفسه، فانا ايه، احطهم على الميكروويف. واحنا بنفضي الكياس كده، لو انتوا اول مره تشوفوا القناه تحطوا يعني، واحنا بنفضي في الكياس يعني، صباعكوا حالا بالا على الكلمه اللي باللون الاحمر، اشتراك او سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. والناس المشتركين اوعوا تنسوا اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك حالا بالا وانتوا بتفضوا معايا كده البرطمانات او العلب بتاعت البهارات. بصوا بقى، هنفضي كل واحد في كيسة ونربطها كده ونسيبها عقبال ما نغسل البرطمانات دي ونصفيها طبعا وننشفها وكده. نرجع نفضيها في الكياس. دي بتبقى سهله ان انتوا تفضوها تاني. ليه؟ بنخرم كده حته من الجنب كده من تحت من الكيسه وننزلها كده، فبتنزل كلها جوه العلبه بتاعتها. ماشي، ده اسهل حاجه ان انتوا تفضوا فيها علب البهارات. ادي اول معلومه بقى، استفادوا استفادوا. قلنا بقى نغير، مش كل مرة أكل وشرب وكلام من ده، يعني نعمل شوية تشجيعات كده معاكوا وانتوا كمان تتشجعوا. ماشي، بصوا بقى، أنا خدت كده علب البهارات دي، كان فيها طبعا في مكان الملح والسكر لازق، فطبعا عايزة ايه، يبوشوا شوية أو أنقعهم شوية في المية. فقبل ما أنقعهم لقيت شوية طبعا ايه، شايفين، أحطهم كده في شوية، كل واحد حط فيه شوية مية، يعني أنقعه شوية في المية على أساس الحاجات اللي لازقة تحت كده تطلع، عقبال بقى ايه، مغسل الاشياء الجميله اللطيفه اللي انتوا شايفينها دي. يعني إيه نفضي الحوض عقبال ما نخلص، ايه عقبال ما الحاجات اللي بتاعت البهارات دي ايه تنضف شويه او تبوش، يعني الحاجات اللي جواها دي تطلع. انا مش عارفه تعرفوا معنى كلمه تبوش دي ايه يعني، بس اهو. هنشطب بقى دلوقتي كده كل الكوبايات اللي عندي دي، ننزل بس الحاجات اللي فيها الاول، وبعدين بقى نديها ايه، غسله متينه معتبره كده، نخليها ايه بتبرق. يلا قوموا بقى، هاتوا مواعينكم كده وروحوا على حوضكم وهاتوا لفتكم وصابونتكم وادوها، ادوها ما ترحموش. عايزه اقول لكم ان الميه اللي انا بغسل بيها المواعين دي سخنه مولعه. هناخد كده بقى شويه المسحوق ونديها، نمرش كده الكوبايات دي لغايه ما تبقى ايه، فله شمعه منوره. حطيتوا اللايك بذمتكم؟ حطوا بقى اللايك بقى وشجعوا الروتين الامور كده، وقوموا اغسلوا مواعينكم، ما تكسلوش. المواعين يا ولاد يعني مش عايزه اقول لكم بتتزايد مش بتتناقص. يعني احنا مثلا لو غسلنا طبق، سيبنا طبق في الحوض، هتلاقي اخواته بقى جم جنبه بقوا بدل الطبق 200. حطينا كوبايه، هتلاقي بدل الكوبايه مليون. فاحنا نحاول نغسل المواعين دي بقى اول باول، يعني كل ما تطلع كده كم حبه، مش بقولكوا كوبايه كوبايه يعني، زي ما انتوا شايفين الحبه دول حلوين قوي كده، هتبقى الحاجه خفيفه عليكم. لكن كل ما تكوموا المواعين هتتقل عليكم، لان المواعين كده للاسف يعني للاسف بتفقس، بتزيد. تحطوها تلاقي كومة، عملت كوم كده جميل لطيف. فاحنا ايه، نغسل كده حبة حبة اول ما يخلصوا نغسلهم. بصوا بقى، هجيب الرصة الصغنطوط، بصوا بقى حبة صغننين ازاي ما نتقلش عليه. غسلنا مثلا على طبخنا، نغسل مواعين الطبيخ واحنا حاطين الطبيخ على النار، مثلا سايبين حاجة تستوي، في حاجة لسه بتاخد سوا، في حاجة مثلا رز بيتشرب، يعني اي حاجة على النار نغسل فيها شوية المواعين. احنا اليوم ده كان عندي اكل، اعمل ايه، انتهز الفرصه وانضف الميكروويف اللي انا عايزه انضفه. طب قبل ما انضف الميكروويف، طب ما انا عندي بقى كام طبق على كام كوبايه، لو سبتهم عقبال مثلا ما يجي وقت الغدا هيكونوا
الطبق ده 200 طبق، الكوبايه دي 200 كوبايه. فانا جبت ايه، قلت اغسلهم في السريع المريع كده قبل ما ايه الغدا، على اساس لما تطلع مواعين الغدا هيبقى حبه صغيرين. طبعا واحنا واقفين كده بقى بنغسل المواعين، تجيلنا بقى الذكريات، تجيلنا تفكروا في اي حاجه. طبعا هديلكوا فكر في كل حاجه، المخ بقى بيودي ويجيب، وحابه بقى نستغفر وحابه نسبح يعني نستغل وقت المواعين ده بقى يا ولاد. هتفكروكوا في فكرة تاكلوا ايه بكرة، في حاجة وراكوا عايزين تخططوها لها تعملوها ازاي، اهو كده. كل ده وقت المواعين اللطيف ده. هنجيب بقى اهو علب البهارات اهي، خلاص الحاجات اللي فيها نزلت بثواني. ندعك بقى كده، لان الايدين دي بتاعت البهارات هي البرطمانات اكيد. يعني لو انا مثلا بعمل الاكل بمسكه بايدي مثلا فيها اي دهون بتاع، لازم بتبقى عايزه تتغسل اول باول. يعني انا كنت الصراحه سايباها وكسلانه اغسلها، فانا قلت اتشجع بقى معاكم كده واغسلها كده غسلتين نضاف، غسله كده متينه. ايوه كده، نشطف بقى الحبه دول، هتلاقيهم بربروق كده، بيبرق كده. بصوا 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 البريق ولا معاه. عارفين بتحسوا لما تكون حاجه عايزين تنضفوها وتيجوا مكسلانين عليها وبعد كده تعملوها، بتحسوا كده براحه، وتبصوا كده على الحاجه وهي معموله كده ونضيفه، يا سلام. كانت فين العمايل دي بسرعة كده. هنجيب بقى دلوقتي الطبق اللي هو بيبقى جوه الميكروويف ده بقى. مش قادرة اقول، مش باين هنا، مش قادرة اقول لكم، بيبقى فيه كمية دهون معتبرة. ما كل حاجة بتحطوها بتطرطش، اي حاجة بتسخنوها. بصوا كل دي دهون انا بطلعها بايديا كده. طبعا انا بصوا مشغله الميه، شايفين الدخانه، مشغله ميه سخنه وبالليفه ام سلكه دي بقى وامرشه. بصوا اديله كده، اديله كده، ندعكه بقى لغايه ما نخليه كده ايه، مفهوش ولا نقطه من الدهون. لان عايزه اقول لكم الدهون لما بتتراكم فوق بعضها مش بتنضف. ماشي. فاحنا ايه، اول باول كده ننضف الحاجات اللي هي بتتراكم فيها الدهون دي، عشان بعد كده لو سبناها هتتعبنا، وفي نفس الوقت مش هتبقى يعني نضيفة زي ما احنا حابين. فيعني ما نسيبهاش كده كتير، حاول برضو نخلينا ايدنا في الحاجة. يعني ايه ايدنا في الحاجة؟ يعني ما نسيبهاش تتوسخ للاخر. اهو بصوا بقى، ندعكوا كده بقى من فوق وتحت ويمين وشمال، وايه بالراحة بقى خالص. عايزة اقول لكم ده انا ببقى بغسله وانا مرعوبة. بصوا بصوا المية سخنة نار، بصوا نار، بس لازم اغسله بمية سخنة عشان الدهون اللي فيه تطلع في ثواني. انا طبعا طول الشتاء المية السخنة مش بفصلها، شغالة كل المواعين بيها. بصوا بقى الجمال بقى، والحرق بقى بيلمع ازاي. ايوه كده، بس كده نسيبه بقى برضه يصفي مع علب البهارات كده زي ما انتم شايفين. هنغسل بقى فاضل ايه الحاجات اللي موجوده في الحوض دي. الصراحه بصوا بقى اهو وراكم بيلمع ازاي، حلو كده قوي قوي قوي. الحاجه اللي موجوده في الحوض دي الصراحه انا بسيبها اخر المواعين، اني مش بحب اغسلها. الكنكه بتاعت القهوه او اللبن او كده، بعمل فيها قهوه باللبن، بسخن فيها ساعات لبن لو النور لطيف وقاطع، بسخن فيها اللبن او القهوه باللبن بعملها فيها. فبيبقى فرافية اللبن لازقه فيها، وافضل نقعها كده في الميه، مش بتبقى حاجه لطيفه. فعشان كده مش بحب اغسلها. وبقى المعالق دول اعدائي. بصوا بحوش قد ايه معالق، اغسل كل المواعين واسيبهم في الاخر اهو. بصوا بقول لكم هم دول اللي انا مش بحب اغسلهم خالص خالص خالص. بصوا ممكن اغسل كميه مواعين كبيره جدا واجي على دول واروح سايباهم في الحوض. كده غسلنا كميه بقى المواعين كلها والحاجات بتاعه الميكروويف والبهارات اللي كانت فوق الميكروويف. هنجيب بقى الحته اللي احنا كنا حاطينها الفوطه على الحوض كده، ننقعها نبوشها كده شويه عقبال ما ننضف الميكروويف تكون نضفت. نديها انا بس هحط لها شويه صابون كده من بتاع المواعين، حبه كده بسيطه، وهسيبها طبعا. وبعد كده بقى احط لها بقى ايه
مسحوق اللي هو بتاع الغسيل ده، وادعكها كده بقى وايه وانضفها واخليها ايه تمام التمام. بصوا كده حط لها برده شويه ميه سخنه، لان دي بقى كان بيتكب عليها البهارات اللي انا حطاها فيها، يتكب عليها ملح وشي وسكر، وكانت زايطه كده. فانا ايه عشان ببقى ساعات التصوير ساعات مستعجله، بعمل الاكل عايزه اخلص قبل ما النور حضراتكم كده يقطع ويقرفنا كده، يعني زي ما انتوا عارفين. هنيجي بقى للاساس بتاعنا. بصوا شايفين النقط دي دهون على فرافيت على حاجات، هنشيل بتاع اللي بتلف دي كده ونديله بقى. بصوا انا كنت بحطها هنا اهو، نديها بقى. ده بقى الحتت دي بيبقى فيها قطرات كده او نقط من الدهون، بتبقى مطرطشه كده وماليه الدنيا وحوسه، فلازم نغسلها كده ونديها. قوموا بقى اغسلوا بقى. ولو عندكم مايكرويف طبعا هتقوموا تدوه دلوقتي دعكه متينه مع البت شيمو كده وتتشجعوا معاها. بس استنوا، ما تقوموش قبل ما تخلصوا الفيديو، انا عارفاكم. لا، تشجعوا بعد ما تخلصوا الفيديو وتتفرجوا كده وتمام التمام، وتاخدوا كده التشجيعه، تقوموا تجروا تغسلوا. لو ما عندكوش ميكرويف تقوموا تغسلوا البوتاجاز بتاعكم لو عايز يتغسل، الفرن يعني. امال ليه ما تتفرجوا كده على الفاضي؟ هنغسل بقى الحته كده اللي فوق دي برضو، بيبقى هنا كده دي بيبقى فيها نقط كده برضو، مكان ما بنقفل الباب كده والبخار بتاع الدهون كده. بصوا الحته دي برضو، يعني ما نسيبش فرفوته غير لما نديها دعكه متينه اهو. بصوا هنا برضو كنت بنقل الكاميرا عشان ادعك الحته اللي في الزقره دي. ايوه كده. بصوا اعيد بقى وازيد كده عليه لغايه ما اخليه بيبرق كده كانه جديد. تيجوا بقى بعد كده تسخنوا فيه بقى الحاجه، يا سلام، تقولوا ايه النظافه والجمال والحلاوه دي كانت فين من زمان؟ كنا سايبينها ليه وكسلانين عليها؟ شايفين حاجه كده خرافيه. في بقى الحته، بصوا الحته المربعه دي انا مش فاهماها. بصوا انا لغايه دلوقتي مش فاهمه دي ايه. انا بغسلها ومش بيطلع النقط اللي فيها دي خالص، معرفش دي يعني ايه ظروفها معايا. هي كده معرفش دي كرتون بلاستيك ايه، مش عارفاها مش فاهماها. المهم ان احنا كده خلاص دعكنا الميكرويف من جوه، بس لسه ما غسلناش الباب اللطيف. هنلم بقى كده كميه الصابون ده بقى كده، نلم كده ونمسح. انا اول حاجه بعمل بوتاجاز بعمل ميكرويف، الم كده الصابون كده مره واحده، وبعدين بقى ايه ابدا اشطف، امسح كده واشطف الفوطه دي كده واعمل تاني، وهكذا وهكذا لغايه برضو ما ايه يبقى تمام. ما لاقيش فيه صابون، ما لاقيش فيه، ساعات بيبقى فيه فتافيت كده، ما لاقيش اي حاجه من دي، خلاص اعرف ان كده تمام بقى، وابدا ايه انشف. بصوا الحته دي كده كانت انا حطاها كده هنا في ترابيزه زي الرخام كده، حطاها عليها فبمسحها بالمره. انا ما شلتهوش، انا بمسح بس الحته اللي على الحرف دي، لان بصراحه بخاف اشيله. فالشيل ده بشيله بقى خالص خالص خالص، واطلعه خارج النطاق في العيد ان شاء الله كده وعليكم خير. كل سنه وانتم طيبين مقدما. هبصوا بقى كده انا نضفت الفوطه بتاعتي غسلتها وجيت تاني امسح. بصوا اهو بيبقى بقى كده سهل، مادام شلنا الصابون في الاول كده في السريع المريح، اجي بقى امسح كده بيبقى نضيف وفله شمعه منوره. بصوا بيلمع بقى ازاي، خلاص الصابون اتشال، الدهون اتشالت، خلاص كده. بصوا تمام تمام التمام. حطوا بقى اللايك بقى، حطوا بقى. ولو عجبكم الروتين ده قولولي، ونشتغل بقى شويه روتينات في المطبخ كده، ونخلي المطبخ بتاعنا ايه خرافي. نعمل كل يوم حاجه كده، اليوم اللي احنا عندنا اكل مثلا فيه نعمل حاجه، ننظف حاجه، او لو عندنا اكله سريعه ننظف كده فيها اي حاجه في المطبخ. ننظف ضرفه، نرص بضرفه البهارات مثلا، ضرفه حاطين فيها انتيكات تغسلوها، رف واحد، تصبنوا مثلا الدواليب كده من بره. قولولي لو عجبكم الروتين بتاع النهارده ده، قولولي ونعمل ايه روتين في حاجه تانية. نعمل مثلا الدواليب، نتشجع كده مع بعضينا في الساعه اللطيفه دي. كل ما تشتغلوا هتتدفوا، يعني انتوا هتبقوا قاعدين سقحانين ومتلجين وكسلانين، تقوموا تشتغلوا تلاقوا نفسكم بتعملوا بدل الحاجة 200. جربوا كده وعلى ضمانتي. هنا خلاص نشفنا كده الميكرويف من جوه، نشف بقى الحتة كده اللي من بره دي بقى. بصوا بقى
شايفين الفرق؟ هناك فرق واضح وصريح. شايفين بقى؟ بصوا 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 كده. خلاص خلصنا من جوه وتمام، وغسلنا الطبق بتاعه. ودي انا اهي بصوا بمسحها، هي نضيفه، دي ما بتتوسخش، ان بيبقى عليها الطبق هو اللي بياخد ايه الحاجات. مسحتها كده بس هنيجي بقى للباب. بصوا بصوا جميل ازاي ولطيف. نديله بقى دعكه متينه، ما نسيبش ولا فرفوته في الدهون دي، نديها كده دعكه تمام التمام بالليفه بتاعتنا دي. بصوا بصوا. انا الميكرويف ده معلش ما غسلتش الوش بتاع الضرفه دي عشان هو مرايه، وانا طبعا زي ما انتوا عارفين من عيله محافظه، مش ببان بوشي ولا اجي اصبنه. طبعا هتشوفوني وانا عامله لكم طبعا، عامله لنفسي اخفاء، مختفيه، فمش هقدر اعمله قدامكم، فمش هتشوفوا طبعا اللي من بره. انا من بره هقول لكم طبعا هو مرايه، اللي هي بتبقى المرايه من بره دي نضفته بايه. عارفين الملمع بتاع الازاز؟ جبته ورحت رشه كده بخايه كده وفوطه ناشفه، مسحه كده. كانت المرايه دي فعلا مرايه بتبرق وجميله، وما فيهاش ولا نقطه من النقط اللي بتبقى في المرايه والبقع والكلام ده، ولا اي حاجه. بخه كده من ملمع الزجاج. ما عندكوش عادي خالص، هنصبنها ونمسحها بفوطه ناشفه، بس بتاخد وقت شويتين. بصوها كده خلاص دعكناه. بنجيب برضو الفوطه ونغسلها وخلاص. هنا بقى هنشفه. هنا كانت في الحته الزيق الحته دي كده دخلت فيها الصابون، فبمسحها كده بالفوطه الناشفه على اساس ايه؟ تسحبها. بصوا احطها كده وهي من هنا برضو اهو. بصوا بقى اللمعه بقى، والبريق كان كله فرافيت ومرافيت. انا هفضل بصوا في هنا في الجنب فرافيت، همسحها واشيلها، مش هسيب اي حاجه، خليه بقى جديد كده جديد. كنت ببقى مبسوطه جدا وانا لسه عاملاه. شكله تحفه. الكسل وحش يا ولاد، اما تبقوا قاعدين كسلانين كده على الحاجه يا بتتقل عليكم وتبقوا مش مبسوطين. اما بتعملوها بقى وتخلصوا منها وتيجوا كده تبصوا عليها تقولوا الله ما عملتهاش من زمان ليه. بصوا انا كان في كده حته ما نضفتش، فمسحتها كده طلعت على طول زي اهي. بصوا شايفين في الجنب كده دي معرفش، بس ما سبتهاش على مين، خليتها لامعه وبراقه ازاي. ايه البريق واللمعان اهو. ايوه بس كده خلاص بقى كده. بصوا بقى بصوا كأنه جديد. هنحط بقى كده الطبق ونظبطه بقى وايه. بس حبيت اوريهولكم بقى بيعمل ايه. شايفين شغل عالي؟ شايفين اللمعه بذمتكم؟ حطينا بقى الطبق. بصوا بقى لو تشوفوا اول الفيديو وتشوفوا دلوقتي، الحته دي طبعا انا مسحتها كده صبنتها ومسحتها كده ولمعتها. بصوا دي بقى الزراير طبعا مكان الصوابع والايدين بتبقى طبعا متمليطه لا مؤاخذه يعني، فظبطتها برضو. بصوا بصوا الزجاج والمرايات والاشياء حاجه كده لوز اللوز. يلا قوموا اغسلوا بقى ونضفوا بقى. قوموا بقى، مش هنعمل على الفاضي، لازم تتشجعوا كده. بشجعكم واشجع نفسي. هنا بقى خلاص. بصوا بقى العلب بقى بتاعت البهارات بقى بقت ايه، بتلمع ازاي ولونها تحفه. وحطينا كده فوطه، او انا بحط فوطه كده نضيفه مكان اللي احنا خدناها ننقعها كده. احنا كنا خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. اعملوا بقى الروتين وقولوا لي رأيكم فيه، وما تنسوش اللايكات والشيرات. ولو حابين نعمل روتينات تانية مع بعض قولوا لي في الكومنتات وشجعوني وانا اشجعكم ونشجع بعض كده. واحنا كده خلصنا، واقول لكم سلام.